بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين. نبدأ الجلسة الأولى في قضية بنت اليمن كاملة جنات السياغي، الذي بدرنا نحن كجانب قبلي رأينا أنه لابد من حكم رادع في حق المجرم أحمد نجاد للحفاظ على أبنائنا وبناتنا وأطفالنا من هذه الشائعة الخبيثة. ونحن نؤكد ونشكر الجانب القضائي على عقد هذه الجلسة واستعجال الجلسات القادمة، وبإذن الله أنه سيتبهر قلوب الشعب اليمني حكم إن شاء الله جازم ونهائي، ما دام ونحن في تحت القيادة الثورية والقيادة المجلس السياسي الأعلى، وسننتصر للحق بإذن الله. بالنسبة لقضية الأخت والطفلة جنات السياغي، أنا أكدت للمحامين الحاضرين بأننا مستعدين التكفل بهذه القضية وحضور أكبر مكتب محاماة في الجمهورية اليمنية على حساب الخط، سواء مكتب الخزانة أو مكتب الأنبري أو مكتب السماوي أو من تحتاجوا من مكاتب المحاماة فلا مانع، فنحن متكفلين بمكتب المحاماة من الألف للياء حتى نجاح القضية والانتصار لمظلومية الطفلة جنات السياغي. وحفظ الله أطفالنا ونسائنا وأبنائنا، وحفظ الله الشعب اليمني بأكمله، والنصر لكل مظلوم وللشعب الفلسطيني بشكل كامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.